الأكلة بتاعة النهاردة من الأكلات اللي بتنور السفرة كده في العزومات. طاسة بقى كده أو جريل فيه معلقة سمنة بلدي، وهنشوح اللحمة على نار عالية لحد لما تاخد لون من الناحيتين. هنطلع اللحمة على طبق، وفي نفس الطاسة دي هننزل ببصلاية. البصلة تدبل هننزل عليها بمعلقة دقيق. هنشوح الدقيق كده مع البصل لحد لما يختفي، وهننزل عليه بكوبايتين ونص من المية. أول لما المية تغلي هننزل بالبهارات، ملح وفلفل أسود ومعلقة من السبع بهارات ومعلقة توم بودرة ونص معلقة سكر. هننزل اللحمه ونغطي الطاسه بتاعتنا ونسيبها بالظبط كده ربع ساعه. هنجهز بقى شويه خضار، فلفل الوان وجزر وطماطم وبصل ومكعبات بطاطس. هنبهرهم بملح وفلفل اسود وهنسيبهم على جنب كده ربع ساعه. هنحضر بقى عجينه عباره عن كوبايتين دقيق ومعلقه خميره ومعلقه سكر ورشه ملح، وهنعجن بميه دافيه ونسيب العجينه بتاعتنا ترتاح. في طاجن بقى او صينيه هنحط الخضار وعليه اللحمه، ونغطي الصينيه بتاعتنا بورق زبده وورق الومنيوم وعلى الفرن 45 دقيقه. العجينه بعد لما ارتاحت هنفردها على رشه دقيق، ونخرج بقى الطاجن بتاعنا من الفرن بعد ما تكون اللحمه استوت تماما. وهنفرد العجينه زي ما انتم شايفين كده على وش الطاجن، وطبعا الزيادات بنشيلها. هندهن وش العجينه بصفار بيضه ومعلقتين من اللبن ورشه فلفل اسود. حابين تحطوا على الوش بقى سمسم او حبه البركه براحتكم، وهنرجعها الفرن تاني 10 دقايق. ودي بقى العجينه الزياده عملت منها رغيف عيش. الطاجن بتاعنا بيقعد في الفرن بعد ما بنحط عليه العجينه بالظبط 10 دقايق. والافضل بقى ان احنا نكون مشغلين الفرن والشوايه مع بعض. وبس كده خلاص بقى، قدموها بألف هنا، جنبها طبق رز أبيض، طبق رز بشعرية خطيرة في كل الأحوال. أما بقى العيش ده فطعمه في حتة تانية خالص. جربوها بقى بالطريقة بتاعتي ومتأكدة هتعجبكم وهتعجب كل البيت.